قررت ارجع تاني بالزاويه الواسعه بتاعتنا. حد يعرف يطلع يرجع يعمل اللي هو عايزه، يوريك التيشيرت كامله الشكل كامل وهو مرتاح. فاول حاجه تعملها تعمل سبسكرايب ولايك وشير للفيديو ده، وتنزل في الكومنتات تكتب لي عجباك الزاويه الواسعه دي ونفضل فيها ولا نرجع تاني للزاويه الضيقه اللي بقالنا عليها فتره. والفائز باسرع اجابه لسؤال تيشيرت ارسنال هو محمد عطله 6571. وزي ما انت شايف دلوقتي بوضوح ورايا تيشيرت ريال مدريد، يبقى انا النهارده جاي لك بعظمه، وجاي لك بتيشيرت مدريد الاساسيه لموسم 23-24. ولكن هنعمل زي الفيديو اللي فات وهنعمل مقارنه بين التيشيرت دي وتيشيرت الموسم اللي فات، ولو انا موجود دلوقتي اشتري تيشيرت الموسم ده ولا تيشيرت الموسم اللي فات. فمن غير كلام كتير يلا بينا مع تيشيرت الملكي لموسم 23-24. ميزه من مميزات تيشيرتات مدريد ان هي كلها دايما سيمبل، ولكن تاتشاي ولا اتنين صغيرين بيفرقوا جدا في التيشيرت. فانا هفرجك دلوقتي التيشيرت من قريب، وبعد كده هفرجك على تفاصيل التيشيرت اللي قلتها وهلبسها في اخر الفيديو ونشوف منظرها وشكلها عامل ازاي. التيشيرت جاي لنا باللون الابيض، واللياقه هنا جايه لنا على عكس تيشيرت ارسنال. اللياقه اللي انا بحبها الحتتين اللي فوق بعض بثلاث الوان، الاسود والابيض والاصفر اللي هم الالوان الاساسيه في التيشيرت دي. ولما البسها هنشوف شكلها على الرقبه في الحقيقه عامل ازاي. واللياقه هنا زي تيشيرت ارسنال برضو على عكس التيشيرت السنه اللي فاتت اللي كانت بولو، ولكن اللياقه السنه دي عجباني شويه اكتر من السنه اللي فاتت في تيشيرت ريال مدريد. على الكتفين ثلاث خطوط اديداس باللون الاصفر على عكس السنه اللي فاتت اللي كانوا باللون الموف، وانا مايل هنا للاصفر شويه بصراحه. واخر الكمين حته ستريتش كده نفس الثلاث الوان بتوع اللياقه، البرتقاني والابيض والكحلي اللي مدين منظر حلو. ودايما بحب قوي الحته اللي في اخر الكم على عكس السنه اللي فاتت اللي كانت التيشيرت اخرها حته برضو ولكن مش بنفس الخامه ولا ستريتش، وكانت باللون الابيض فما كانتش باينه قوي من بعيد. على اليمين لوجو اديداس الجديد باللون الاسود متخيط، وعلى الشمال لوجو ريال مدريد بالوانه الطبيعيه متخيط حلو جدا زي بالظبط التيشيرت السنه اللي فاتت اللي كان لوجو اديداس ولكن القديم باللون الاسود، ولوجو ريال مدريد بالوانه الكامله عادي جدا، فما فيش فرق في الحته دي. السبونسر فلاي اميريتس باللون الاسود زي السنه اللي فاتت. ولو جينا على الظهر فالظهر ابيض عادي ساده، ولكن لقطه من لقطات اديداس السنه دي هي الحته اللي بتتكتب على اللياقه من ورا، كل فريق بتتعمل له بشكل مختلف. ولقطه اديداس في تمبلت كاس العالم هي الحته اللي بتبقى على اللياقه من ورا وبتختلف من فريق لفريق او من منتخب لمنتخب، زي ما شفنا في المكسيك الدراجون اللي كان موجود على الحته دي، وشفنا في الارجنتين الشمس اللي موجوده على العلم، وشفنا في ارسنال AFC بالحته الذهبي. وهنا في ريال مدريد بنشوف الشعار المشهور جدا للنادي وهو هلا مدريد باللون الاسود، هو معمول بفونت حلوه قوي. وانصحك لو تشتري التيشيرت دي اكتب اسم او رقم اللاعب اللي انت بتحبه او حتى اسمك ورقمك المفضل، عشان الفونت بتاع التيشيرت دي حلو جدا ومختلف جدا. طبعا حته هلا مدريد دي ما كانتش موجوده السنه اللي فاتت، والحته اللي في الظهر فوق دي كانت ساده خالص وباقي اللياقه. وزي ما اتعودنا في تيشيرتات اديداس في تمبلت كاس العالم فبيكون في الحته اللي على جنب بين التيشيرت دي واللي بتكون نازله من تحت الكمين وواصله لحد التيشيرت من ورا، واللي اديداس برده مكلفه وصارفه فيها وعامله لنا في التيشيرت فانز اديشن الجزء الوراني اطول من الجزء القداماني، والحته اللي ما كانتش بتتعمل غير في البلايرز اديشن. في فرق مهم لازم تلاحظه وتاخد بالك منه ما بين التيشيرت بتاعه الموسم ده والتيشيرت الموسم اللي فات، وهي التيشيرت نفسها. فالتيشيرت الموسم ده اللون الابيض كله ساده خالص ما لهوش اي حاجه، ولكن السنه اللي فاتت كان عليه لوجو الفريق او لوجو ريال مدريد على التيشيرت كلها محفور جوه التيشيرت كده من الوش ومن الظهر ومن الكمام، فده فرق لازم تاخد بالك منه او تعرفه. ولسه اديداس مكمله زي ما قلنا مع ارسنال ان تيشيرتات الموسم ده اخف في الوزن واخف في الخامه واريح من تيشيرتات الموسم اللي فات. فبعد شويه كلام كده تعال نشوف التفاصيل ونرجع تاني لبعض. اوعى تقفل الفيديو. وبعد ما اتكلمنا عن التيشيرت وشفنا التفاصيل فلبست التيشيرت وبص كده على المقاس
وعلى الفيت وعلى الشكل، اللي بالنسبه لي الفيت بتاعها اظبط واحلى بكتير من تيشيرت ارسنال. اللي تيشيرت ارسنال ما كانتش وحشه خالص، ولكن الفيت وشكل واحساس التيشيرت دي على الجسم احلى واريح من تيشيرت ارسنال. والحته اللي في الكم دي مش هتضايقك، ما تقلقش، وانصحك جدا انك تروح تشتريها. التيشيرت دي فانز اديشن ميديوم، ولكن خلي بالك اديداس بتحذر في الياقه من جوه ان تيشيرتات الموسم ده من الفانز اديشن سليم اكتر، فخلي بالك وانت بتشتري. هتخيرني ما بين تيشيرت الموسم ده وتيشيرت الموسم اللي فات، هختار الاثنين عشان التيشيرتين مميزين كل واحده بطريقتها. ويجي وقت سؤال حلقه النهارده، مين هو اكتر لاعب في تاريخ ريال مدريد ظهر بتيشيرت النادي؟ ولو قلت عدد الماتشات اللي ظهر فيها صح، هطلعك بالكبير قوي كده في النص هنا في الحلقه اللي جايه. شكرا انك شفت الفيديو، اتمنى تكون استفدت من ريفيو التيشيرت دي، واتمنى يكون التغيير عجبك. شكرا انك شفت الفيديو، اشوفك الفيديو الجاي. سلام.